مساء الخير، ازيكم؟ بما انكم وحشتوني جدا جدا حبيت ارجع لكم بوصفة حلوة جدا وبسيطة. وعايزه اقول لكم بما ان الفراخ غليت وبقت اسعارها اوفر قوي فحبيت ان انا اعمل لكم وصفة حلوة جدا باجنحة الفراخ. تعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة اللي هنعمل بها الاجنحة. اقسم بالله طريقة اكتر من رائعة، طعمها حلو جدا جدا وهتنسيكي اصلا انك تشتري فراخ. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعملها ازاي. هنجيب هنا الاجنحة بتاعتنا وهنعمل فيها فتحات كده في كل جهة. تمام. طبعا هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، ولحد بقى ما نخلص الكمية بتاعتنا يا ريت لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، تفعلي جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك كل جديد. ولو اول مرة بتشوفيني على الفيسبوك يا ريت لايك ومتابعة للصفحة، بحبكم جدا جدا. ويلا بينا دلوقتي بقى هنضيف التوابل بتاعتنا. كانت عبارة عن ملح، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، كزبرة، كمون، فلفل اسود. اي بهارات عندك حابة تضيفيها ضيفيها مفيش اي مشكلة. معانا كمان عصير ليمونة، طبعا ليمونة كبيرة او ليمونة صغيرة براحتك، يعني لو بتحبي طعم الليمون في الحاجة ممكن تستخدمي ليمونة كبيرة. تمام. او ممكن كمان نضيف نقطتين خل. بصي اي توابل اي حاجة عايزة تضيفيها ضيفيها مفيش اي مشكلة، لكن الطريقة اللي هنعمل بيها الفراخ الاجنحة بتاعتنا هتبقى طريقة لذيذة جدا وهتديكي نتيجة ممكن. زي ما انتم شايفين هنا ضفنا مقدار معلقة كبيرة من الخل، وهنضيف كمان مقدار معلقة كبيرة من الصلصة. تمام. دي صلصة جاهزة يا بنات، اكياس جاهزة. ضيفي بقى كده مقدار معلقة. عندك مايونيز حطي، عندك مستردة حطي، عندك اي حاجة حابة تضيفيها ضيفيها مفيش اي مشكلة. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضيها كويس جدا. تمام. لحد بقى لما احس ان الاجنحة بتاعتي كلها كده اتغطت بيها. هغطيها بقى واشيلها في التلاجة حوالي ساعة كده تشرب من التتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها. ممكن تعمليها من بالليل وتبيتيها في التلاجة. تمام. معلقة كبيرة سمنة او زيت، نستنى بقى لما تسخن كويس علشان الاجنحة بتاعتنا ما تتهريش. الزيت يسخن كويس جدا او السمنة، وبعدين نبدأ بقى ننزل فيها بالاجنحة. ممنوع ان انت تقلبيها تماما غير لما تلاقيها اخدت لون من تحت، لانها لو ما اتحمرتش منك كويس من تحت وجيتي تقلبيها برضو هتتهري منك. تمام. بنقلبها بقى على كل جهة كده لحد لما نخلص الكمية بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تاني. اكلات سهلة وبسيطة، ومش عايزة اقول موفرة، كل حاجة غليت دلوقتي، حتى الاجنحة بقى سعرها غلي، لكن برضو هي اوفر وارخص من الفراخ. في نفس الطاسة اللي احنا حمرنا فيها نزلت بكوباية مية ونزلت بالبهارات بتاعتي مكعب من المرقة، هدوب كويس جدا. تمام. نزلنا بالبهارات، اي بهارات عندك برضو، ملح، كمون، فلفل اسود، يعني تبلي المية بتاعتك. وهننزل فيها بقى بالاجنحة بتاعتنا بالشكل ده علشان تكمل التسوية بتاعتها وتبقى طرية معاكي ما تبقاش ناشفة. زي ما انتم شايفين كده المية حتى مش مغطية الاجنحة، هي هتستوي حوالي 15 دقايق بالكتير هتلاقيها استوت. دلوقتي احنا هنخرجها. المفروض ان كده الوصفة بتاعتنا خلصت. تمام. هي كده جهزت معانا، والصوص اهو اللي كان في الطاسة برضو اخدناه. على فكرة طعمه حلو جدا. اقول لكم مع الف سلامة، باي باي.